السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وحال. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم عليكم يا رب. النهارده بقى زي ما انتم شايفين كده محتوى الفيديو يا حبايبي عن مشروبات رمضان. أنا مش عارفة يا بنات ليه في رمضان المشروبات الرمضانية بتبقى غالية أوي، مع إنها بتبقى بسيطة يعني في البيت وبنجيبها ونعملها في البيت. ليه مثلًا إزازة المانجا أو إزازة الصوبيا أو أي عصير باحس اللي هو بالشيء الفلاني، مع إننا إحنا في رمضان ممكن نخزّنه وممكن نعمله يكفّي معانا طول الشهر. يعني إحنا بدل ما نشتريه من برّه بالأسعار الغالية دي إن إحنا نعملها في البيت، هيكفّي معانا طول الشهر وبأسعار على قد الإيد، وتبقي عاملاها أنتِ حاجة نضيفة في البيت. بقى في الفيديو دوّة جِبت أشهر المشروبات اللي إحنا بنحب نشربها في رمضان، زي المانجا، زي الفراولة، زي البرتقان، السوبيا، التمر. أشهر المشروبات يا بنات اللي إحنا بنحبها في رمضان صراحة. خزّنت منها وعملت منها كمية كويسة بحيث اللي هي تكفّيني طول رمضان، وتبقى اللي هي جاهزة على طول، يعني تطلع من الفريزر على الشرب على طول يا بنات، مش لسه مثلًا اللي هي متفرّزة مثلًا مانجا صحيحة أو فراولة صحيحة أو كده وبرتقان لأ. فأنا قُلت هاعملهم أحط فيهم السكر وكده، واللي هي تبقى جاهزة يا بنات اللي إحنا نطلّعها على طول، يا دوبك بس تفُك وإيه ونشربها على طول. أول حاجة بدأت بيها بقى المانجا. كان عندي مانجا صحيحة يا بنات كنت مفرّزاها، اللي هي المانجاية صحيحة تمام. قطّعتها بقى يا بنات شرايح وكده وعملتها في الخلاط وحطيت السكر بتاعها، على حسب بقى كمية السكر اللي بتحبيها، في ناس بتحبها معتدل، في ناس بتحبها مسكّر. أنا عن نفسي 4 معالق كبار على الشفشق الكبير يا بنات بيبقى بالنسبة لي كويس أوي. هنا المانجايتين يا بنات عملوا معايا شفشق يعني كويس، حجمه كويس يا بنات أكتر من لتر. هنا كنت باوريكم بقى القوام بتاع المانجا، عندي وسط ولا تقيل ولا خفيف. هو ده القوام اللي إحنا بنحبه، لإن لو خفيفة يا بنات هتلاقيها فصلت معاكِ المَيّة عن المانجا، وهكذا برضه الفراولة أو البرتقان أو أي عصير تاني حاولوا إن أنتم تضبطوا القوام، ما يبقاش برضه تقيل أوي أو خفيف. تاني بقى مشروب يا بنات الفراولة طبعًا. الفراولة كانت حلوة الفترة اللي فاتت، فصراحة فرّزت منها حبّة حلوين، بتاع 4، 5 كيلو كده يا بنات. في بقى صراحة النُص مخلّياه صحيح، والنُص التاني عملته عصير. النُص التاني الصحيح ده يا بنات باحتاجه مثلًا في التورت، باحتاجه مثلًا إن أنا أزيّن بيه الحاجة. فما رضيتش أعمله كلّه صراحة عصير، يعني عملت نُص ونُص. وبرضه بيانات في الفراولة أنا باحب القوام بتاعها يبقى مثلًا وسط مش خفيف ولا تقيل. في برضه يا بنات مشروب كده الخروب أو الدوم يا بنات، مفيد جدًا. أنا صراحة لسه هاشتري يعني الدوم، شُفت ليه طريقة كده عجبتني، بيقولوا اللي هو مفيد أوي يا بنات. بافكر إن أنا أجيبه وأعمله. اللي تعرف طريقة حلوة ليه تكتب لي في الكومنتات. هو صراحة جوزي بيحبه، أنا عن نفسي باحب الدوم بس باحبه يا بنات اللي هو إيه، القطع اللي هو بيتجاب من العطار بيبقى قطع صغيرة كده مكعبات. ده بالنسبة لي باحب آكله كده أحسن يعني. في ناس بقى بتحبه عصير، بيقولوا برضه مشروب رمضاني حلو، فأنا هاجرّب وأعمله برضه في فيديو تاني برضه طول المشروبات الرمضانية. ولو حد يعرف طريقة كويسة أو مشروبات رمضانية تانية يكتب لي برضه في الكومنتات، غير البلح بقى والصوبيا والتمر هندي والمشروبات العادية يا بنات. في برضه الجوافة، أنا برضه لسه هاعملها في part 2. كان عندي برضه جوافة يا بنات بس لسه هاعملها. أنا برضه يا بنات كنت باوريكم الفراولة من نُص كيلو عملت معايا لتر، عملت معايا شفشق كبير. بجد يا بنات الحاجات اللي في البيت بيبقى فيها بركة كده وبتبقى كمية حلوة، على عكس ما بنجيبها من برّه. يعني يا بنات الكمية صغيرة جدًا والعبوة غالية، يعني غالية بجد، ممكن تبقى معدية مثلًا 100 جنيه أو حاجة وما تكمّلش لتر، مش عارفة ليه، بالذات المانجا يعني. بس يا بنات هنا بقى كنت باعمل البرتقان. بصراحة يا بنات أنا بالنسبة لي أحلى مشروب رمضاني باحبه عمومًا، باحس اللي هو خفيف وبيروي بجد البرتقان. يعني أنا البرتقان ده باخزّن منه كميات حلوة علشان أنا باحب أشربه في رمضان. يعني من أخف كده المشروبات وصراحة بيروي، يعني لمّا بابقى عطشانة بقى باشرب كده يعني شوية حلوين بيروي الواحد يعني. بس بقى يا بنات هنا بقى كنت خلاص باعمله في الخلاط، عمل معايا برضه كمية محترمة. كل يا بنات الكمية اللي أنا عملتها ديّة بتبقى مثلًا برتقانتين أو مثلًا مانجايتين، يعني بتبقى كمية صغيرة ما شاء الله بتعمل لي أكتر من لتر يكفي مثلًا 5 أشخاص أو حاجة، تمام.
بس كده يا بنات، أنا هنا كنت باوريكم برضه القوام بتاعه، برضه وسط يا بنات، مش خفيف ولا تقيل، وكمية كويسة وكوباية كبيرة. يا بنات باحب أحط مع البرتقان علشان يعزّز الطعم ويدّيني طعم أقوى التانك، أو باحط معاه يا بنات جزراية، بيخلّي معايا اللون حلو أوي والطعم حلو ويبقى مفيد أكتر. هنا بقى يا بنات كنت باعمل الصوبيا، كنت باوريكم بقى طريقة الصوبيا صراحة، الطريقة اللي أنا معتمداها. باخد مثلًا 3، 4 معالق صوبيا على حسب الكمية اللي هتعمليها، وبرضه بيبقى عندي لبن بودر، باخد منه مثلًا لو عندِك كيس نيدو أو عندِك مثلًا العلبة الكبيرة باخد برضه 3 معالق، وبرضه ظرف فانيليا، ولو عايزة مثلًا تضيفي جوزة الهند برضه بتبقى حلوة، والسكر اللي أنتِ عايزاه طبعًا، واللبن بقى، اللبن يبقى ساقع يا بنات. هنا كان عندي نُص كيلو لبن كنت حاطاه في الشفشق عندي، ونزلت بقى بالمكونات اللي هي البودر السايلة كلّها، وبعدين حطيت بقى اللبن آخر حاجة يا بنات، وحطيت السكر على حسب بقى السكر اللي بتحبوه. أنا مثلًا بالنسبة لي زي ما قُلت لكم 4 معالق بتبقى معايا كويسة، ده لو الشفشق كبير مليان، لكن لو مثلًا الشفشق 3/4 كده باحط 3 معالق. بس يا بنات هنا بقى يا بنات النهارده عملنا أشهر مشروبات رمضان، 4 مشروبات بتبقى موجودة على أي سفرة في رمضان يا بنات، أشهر 4 مشروبات صراحة بتبقى حلوة، والناس كلّها بتحبها، فحبيت إن أنا أعملها لكم فيديو، وإن شاء الله انتظروا فيديو part 2 هاعمل لكم فيه باقي المشروبات الرمضانية، علشان ننوّع برضه يا بنات. استنوني إن شاء الله في فيديو جديد، وما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتعملوا subscribe في القناة، وتكتبوا لي يا بنات comment حلو، علشان بجد أنا باقرا كل الكومنتات بتاعتكم، وبارُد على كل الكومنتات. وأشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.